كابتن محسن ابو جريش، ايه تعليق حضرتك على المباراه بتاعت امبارح؟ كبداية كويس. احنا عموما عايزين الاسماعيلي دايما يبقى كسبان، ويعني عايزينه دايما يبقى كسبان، يعني بنفرح انه يبقى كسبان. لكن الفكرة ايه؟ الفكرة ان دي كبداية كويسة ماشي، مشجعة لميدو، وانا من نفسي بتمنى النجاح لميدو، لان ميدو من الشخصيات الكويسة، ولد ابيض كويس، نظيف، خلوق يعني. خلوق، يعني يستاهل كل خير. بس انا اللي عايز اقوله طب الفكر، بالنسبه ان للفكر. اللي عايز اقوله، وانا هقول لسيادتك اللي عايز اقوله، ان هو جا ان جه مدربين كتير على الاسماعيلي، البرازيليين وشوقي غريب وطارق وكله، كل دول برضه بيعتبروا، انا بديهم العذر، بيعتبروا يعني ايه، مظلومين. لا، ومش هيعملوا من الفسيخ شربات. حتى العرض بتاع امبارح عرض يعني مش هو الاسماعيلي مش هيعود بسرعه زي ما كان، الا لما يعتمد على اولاد اسماعيليه بدرجه كبيره، يعني ب 80% تبقى الفريق، ما يبقاش معظمه اعراب، يعني ما يبقاش معظمه اعراب. وميدو ولا غير ميدو مش هيعمل من الفسيخ شربات. الاسماعيلي نادي شعبي بيستمد قوته من جماهيريته. الناس دي ما يبقاش ان كل الناس السياسه العرجاء بتاعت ابو السعود دي ووريث وابنه وقريبه، ان هم يعتمدوا اعتماد كامل على يعني مش عايز اقول انا لعيبه مش في مستوى الاسماعيلي، ويجردوا الاسماعيلي من ابنائه. هم نزعوا من الاسماعيلي الولاء والانتماء والقتال على الكوره. الاسماعيلي زمان كان رضا وشعثة وميمي درويش، والباقي كله روح وشجاع يعني صنعوا نجوم من بعض بروح ابناء اسماعيليه، مش بالكوره. وكنا مش عايز اردد انه كلام انشا، لا، كنا بنكسب منتخب مصر، الاهلي والزمالك والترسانه واتحاد اسكندريه، منتخب مصر باللعيبه الحاليين، بالكابتن يسري طربوش والكابتن السقا والكابتن حوده ليستون، والناس دي بروحها، وامين ابراهيم، والناس دي بروحها، والسناري، انا مش عايز انسى حد. وقبل كده كمان كان انور ابو حديد، اجيال الخمسينيات، وفتحي نافع وبيضو ودميان وعوض عبد الرحمن، اجيال واجيال الاسماعيليه كانت بتعتمد على الروح. ابو السعود للاسف جه نزع هذه الروح، نزع روح اسماعيليه من الفريق، ولذلك بقى الفريق فريق اكنه فريق مدارس، او فريق موظفين، او فريق مصالح حكوميه، للاسف يعني. ابو السعود سبب كارثه الاسماعيلي. ابو السعود اللي احنا ادينا اصواتنا، ادينا له اصواتنا ووثقنا فيه، وهو سرق الرئاسه مننا، لانه وعدنا بحاجات، هعمل واعمل 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 واعمل، واجيب الطيور المهاجره، واعمل واعمل واعمل، ويقل الاسماعيلي نادي جاذب لابنائه، خلى الاسماعيلي للاسف نادي طارد لابنائه، مش جاذب لابنائه. ودي النتيجه، الاسماعيلي بيلعب بلا روح ولا طعم ولا ريحه ولا ولا اي حاجه يعني. بس يعني كان طب بالنسبه للماتش نفسه، كان فيه اخطاء فنيه؟ لا، انا مش هنقدر يعني يعني معلش لا مؤاخذه، اكيد الاسماعيلي ما كانش على المستوى. اكيد الفرقه دي جايه مغلوبه من برج العرب، لان دول نزلوا وبيلعبوا كلهم بقى عايزين ياخدوا اجازه وخلاص، ما عندهمش حتى امل ان هم يوصلوا نهائيات ولا كده، فكله بيلعب يعني. انا رايي ماتش كان باهت يعني، متوسط، مش هي دي الكوره اللي متعتنا، ولا كوره الاسماعيلي ولا. لكن في اخطاء. انت النهارده ده مدرب لسه ماسك الفرقه دلوقتي، وبيحاول يعمل زي ما بقول انا، اي مدرب يجي، انا برضو مش عايز ابقى راجل متجني على الكابتن طارق يحيى. يعني طارق يحيى جه لقى فرقه بالطريقه دي، يعني او دي افرادها، او دي مكوناتها، او دي القماشه بتاعتها. برضو نفس الحكايه الراجل الكابتن ميدو، ما اقدرش انا احمله مسؤوليه انه بقى يعني احمله مسؤوليه فوق طاقته. انا متاكد ان الاسماعيلي مع ميدو وغير وكده هيبقى احسن نوعيا، لكن
زي ما بقول لك لازم الاساس الاساس النادي واركانه تبقى موجوده، واساسه انا بقول لازم يبقوا اولاد اسماعيليه اللي شردوا في عهد للاسف ابو السعود، اللي بيكره كل ما هو اسماعيلاوي. ابو السعود اثبت انه ضد كل الاسماعيلاويه، مدربين، لعيبه، جمهور، ناس نضاف، ده راجل صدمنا واحنا خدعنا فيه. انا بقول واحد من الناس انا خدعت في هذا ابو السعود اللي احنا ساندناه وقلنا ان احنا هنشوف خير على في وجوده، لكن هو اخذ النادي حوله لعزبه ليه ولوريثه وابنه والقريبه ومعاطي. وللاسف الثلاثه التانيين اللي هم بتوع مجلس الاداره انا يعني ما اعرفش هم ساكتين على ايه، وازاي ساكتين كده، وازاي قابلين على نفسهم ان يساء ليهم بتصرفات ابو السعود، اللي هم مش قادرين يقفوا ضده ولا قادرين يقوموا النادي ولا قادرين يفرضوا رايهم على اي حاجه. ليه؟ انا مش عارف، دي علامه الاستفهام، وهيبقوا هيسألوا بعد كده مع ابو السعود، لان التاريخ والاسماعيليه لن تنسى لابو السعود انه هدم نادي اسماعيليه في ال3 سنين، وانه اسوأ رئيس نادي جه على النادي الاسماعيلي منذ انشائه لغايه الان. ده اساء. اولا انا اللي عايز اقوله تاني لو سمحت، يعني لو في وقت، اساء لرؤساء النادي الاسماعيلي العظام، المهندس محمود عثمان، الدكتور سليمان عيد في الخمسينيات، لراجل عظيم زي مرتضى افندي مرسي وانور افندي راجح، اساء للعيبه اولاد بلد من شارع الفن زي الكابتن رضا الله يرحمه، اللي الناس لسه بتفتكروا بالخير، كل الخير بعد 50 سنه، بعد 50 سنه من وفاته كل البلد، كل العالم، كل اسماعيليه بتفتكر الكابتن رضا بالخير، كل الخير بعد 50 سنه. ليه؟ لانه كان راجل وابن رجا وابن بلد وشهم ويحب اسماعيليه وبيحب ولاد اسماعيليه وبيموت في نادي اسماعيليه. اما ده جه يفرق اسماعيليه وهدم النادي الاسماعيلي وافقد الاسماعيلي هيبته ومكانته للاسف يعني. شكرا يا كابتن. العفو يا احمد بيه.